في سنة 97 كتب أستاذ هيكل وصيته وقال لهداية ما تفتحيهاش غير بعد ما أمشي. وفعلا في 2016 وبعد رحيله فتحت الظرف ولقت جواب كله حب وامتنان ودفى. كتب فيه: لا أعرف هل أقول لك صباح الخير يا حبيبتي أو مساء الخير يا عمري، فأنت حين تطالعين هذه السطور أكون أنا طالعا على بداية ذلك الجسر الواصل من هذا العالم. كلمات خرجت من صحفي كبير، لكنه نادرا ما اتكلم عن مشاعره وحياته الخاصة. كانت دي أول مرة تعرف قد إيه كان بيحبها، حب صادق نقي ما فيهوش استعراض. حب بدأ بفنجان قهوة وفضل حي حتى بعد الرحيل. قصة هيكل وهداية مش مجرد علاقة زوجية، دي قصة حب حقيقية فيها شراكة ودعم وتفاهم وصمت بيحكي أكتر من الكلام. استنوني في حكاية حب جديد.